بهذا الخلق عاش أسد الصحراء بشهادة الأعداء عمر المختار، يجاهد المحتل الإيطالي صابرا ثابتا، يعرف أعداءنا أننا عمالقة لا نهاب الردى. ظل الأسد الهصور يجاهد المحتل وينازله حتى أصيب ووقع أسيرا، قائلا ما فحواه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لا هم مالي غير محض الرضا، ما أنا صخاب ولا غاضب. وأتاه المحتل ببعض أصحابه، فلما رآه نظر له بحدة وقال ما جاء بك؟ قال جئت بناء على طلبك، فكالرعد القاصف دوى قائلا ما طلبتك ولم أطلب أحدا ولا حاجة لي عند أحد. ما قال ذاك تكبرا بل عزة في النفس وهي سجية الرئبال. ولما قيل لصاحبه كيف وجدت؟ فقال متمثلا عليه ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. ويا هول ما تلقى النفوس الأبية الكريمة حين تظفر بها النفوس الحقيرة الخسيسة. حكموا عليه بالإعدام وهو ابن 70. تمنى عليك عمر المختار بالإعدام شنقا أمام الناس. 70 لو ركبت مناكب شاهق لترجلت هضباته إعياء. حينما ترجم له الحكم قهقه قائلا الحكم حكم الله لا حكمكم المزيف، حاله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وتقدم في هدوء على مشهد من قومه يردد أشهد أن لا إله إلا الله، فسرت برياها الصبا والشمأل، فمكبر لسماعها ومهلل. ولقي فيما نحسبه رب البرية في أسمى وأعلى معاني الحرية، وحاله مذ عرفت الله لم أضعف لمخلوق ولم أرتجي من غير ربي مددي. أيها القاتل يومي بؤ به أنت لا تقوى على قتل غدي. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.